بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نحكي مع بعض عن شوية أخبار تهمنا. أحمد شوبير عبر الفيسبوك يعلن انتهاء الأهلي من حسم صفقة محلية ويقترب من حسم صفقة أجنبية أخرى، وهناك احتمالية لإضافة صفقة ثالثة. وقد أعلن اللاعب ديريكو كوستا لاعب نادي سيرفت السويسري أنه لم يصل إليه أي عروض رسمية من جانب النادي الأهلي حتى يتم دراستها. الصفقة الثالثة التي من الممكن أن يتم الإعلان عنها في أقرب وقت ومن الممكن وهي صفقة اللاعب أحمد رضا، ويوجد جلسة بين محمود الخطيب بيبو ومسؤولي بتروجيت اليوم من أجل حسم صفقة اللاعب أحمد رضا. في تصريح مهم للاعب جاكوب جارفيز مدافع إسبتشتاون ليفربول لديهم بعض اللاعبين المذهلين. محمد صلاح لاعب بالتأكيد رائع، وكان الأمر يتعلق بمحاولة الحد من خطورته قدر الإمكان، وكنا نشعر أننا نجحنا في ذلك. كان يمكننا أن نمنعه من التسجيل، لكن لسوء الحظ لم نتمكن من فعل ذلك. لكنني فخور بالمستوى الذي أظهرناه أمام محمد صلاح والفريق بالكامل في الشوط الثاني. والسلام عليكم ورحمة الله.